السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطالبات جريد 6، أهلا وسهلا بكم. معاكم مستر ممدوح مدرس الماس إن شاء الله. سعيد إن أنا ألتقي بكم في الترم الأول، ودرس سهل إن شاء الله في أول يونت عندنا. العنوان بتاعه موجود عندنا على البورد، بيقول divisibility. إيه موضوع الديفيزابيلتي؟ عايز أحكي لكم حكاية كده وأنا جاي، كانت شغلاني قوي. النمبرز كلها عماله دربكه في راسي، انا مش قادر بصراحه. كل مجموعه ارقام عايزه تيجي في مكان معين، وانا اقول لهم في شروط. اللي عايز يجي في تيبل 1 ليه شروط، واللي في تيبل 2 ليه شروط، وهكذا. اقترحوا عليا اقتراح: حضرتك يا مستر هتنده على الارقام واحنا هنيجي بسرعه، اللي ينطبق عليه الشرط ده هيجي معانا بسرعه في المكان ده. فبقول اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، تيبل 1. ايه الارقام اللي ممكن تيجي في تيبل 1؟ كل الارقام قالت انا يا مستر، انا يا مستر، انا ما عنديش مانع اجي في تيبل 1. 1 باي 6 6، 1 باي 4 4، 1 باي 3 3، 1 باي 9 9. طيب يا مستر، ده معناها ان كل النمبرز ممكن نعمل لها ديفيزبل باي 1. كل النمبر تقبل الاسم على مين؟ على 1. 9 ديفايد 1 ايكوال 1، 10 ديفايدد 1 ايكوال 10، 9 ديفايدد 1 equal 9، 10 divided 1 10، 3 divided 1 3، 100 divided 1 100، 0 divided 1 0. Any number divisible by 1 and its result equal itself. يعني اي رقم يقبل الاسم على ال1 والريزلت بتاعه هيطلع نفسه. علشان كده كل الارقام كانت بتتخانق معايا ان هي لازم تعيش في تيبل 1. قلت لهم تمام، يبقى ال1 كده هنسميه سيد الناس. كل النمبرز divisible by 1 بدون اي شروط. اتفقنا؟ وبعدين طلعنا شويه لفوق، تيبل 2. لا بقى، مش كل النمبرز انا هوافق ان هي تيجي معايا في تيبل 2. قالوا لي يا مستر طب قول شرطك. قلت لهم والله النمبرز اللي الوانس بتاعه فيه 0 او الوانس بتاعه فيه 0 او 2 او 4 او 6 او 8 يجي لي. كل النمبرز اللي فيها حاجه غير دول هربت وجم ماشيين بسرعه، لكن النمبرز اللي فيها 0 2 4 6 8 في الوانس جم عندي. زي مين يا مستر كده؟ لما اقول مثلا 628 الوانس بتاعك فيه كام؟ 8. يبقى النمبر ده ينفع يتقسم على 2 ولا ما ينفعش؟ ينفع يتعمل ديفايد 2، وفي النهايه برضه مش هيتبقى معانا حاجه. تمام؟ مش بس كده، ده لو عندي مثلا 304 برضه النمبر ده في الوانس بتاعه فيه كام يا اولاد؟ فيه 4، اللي هو الشرط بتاعه اتحقق معايا، هيجي عندي ويعيش معايا في تيبل 1 او تيبل 2 اسف. كل النمبرز اللي فيها 0 او 2 او 4 او 6 او 8 في الوانس بتاعها هتعيش معانا في تيبل 2، وعلى طول هنقول ان النمبرز دي ديفيزبل باي 2. اي حاجه تانية مش هتوافق تيجي عندي، وانا برضو هرفض ان انا اخدها. طب يا مستر الحاجات دي كنا بنسميها ايه واحنا صغيرين؟ 0 2 4 6 8 كنا بنسميها even numbers. علشان كده هقول على طول اي even number can divisible by 2. اي even number can divisible by 2. اتفقنا يا اولاد؟ يبقى مش كل النمبر هتوافق تيجي عندي في تيبل 2، وانا مش هقبل اي نمبر يجي عندي في تيبل 2. ايه الشرط اللي يخليها تيجي معايا وتبقى مبسوطه؟ ان يكون الوانس بتاعها فيه even number. طيب يا مستر تيبل 3، شرطت شرط على تيبل 3. كل الناس كانت بتقول لي طب طالما الحاجات اللي بتيجي في تيبل 2 هي 0 2 4 6 8 يبقى بقيه النمبرز بقى هتيجي في تيبل 3. اقول له لا، مش عشان هي 3 فهتوافق باي شرط. امال ايه الشرط بتاعك يا مستر؟ قول لي بسرعه عشان انا محتاج، عندي ارقام كتيره جدا عايزه تيجي تعيش معانا في تيبل 3. قلت له بشرط السم بتاع الديجيتس بتاع النمبر ده تكون في تيبل 3، يعني مالتيبل لل 3. زي مثلا لما اقول ايه؟ لما اقول 105 دول كام ديجيت؟ 3 ديجيت. خد بالك يا مستر، خد بالك يا مستر، الوانس ما بيفرقش معايا، انا علمت لك عليه اهو، بس الوانس مش بيفرق معايا في تيبل 3، مش ده شرطه خالص. امال ايه شرطه؟
اعمل بلس 1 بلس 0 بلس 5 ايكوالز كام؟ 6. هل ال 6 مالتيبل لل 3 ولا لا؟ يا مستر. تاني يا مستر بالراحه كده. هي ايه النمبرز اللي مالتيبل لل 3؟ ابدا بالزيرو، زود 3 يبقى 3، زود 3 يبقى 6، زود 3 يبقى 9، زود 3 يبقى 12 وهكذا. يبقى كل النمبرز اللي هي مالتيبلز لل 3 اسمها نمبرز ديفيزبل باي 3. شرطها ايه تاني؟ شرطها يكون الصم بتاع الديجيتس كلها مالتيبل لمين؟ لل 3. طيب يا مستر حضرتك ممكن تجيب لي كمان نمبر ويكون ديفيزبل باي 3؟ ممكن اجيب لك نمبر زي ده. الله، طب ما في مستر، ما هو عشان اوله 3 يبقى ديفيزبل باي 3. تعال نشوف مع بعض. 6 بلس 1 ايكوال 7، 7 بلس 3 ايكوال 10. ما حققش الشرط بتاعي. ال 10 مش موجوده في تيبل 3، يبقى عمر النمبر ده ما هيكون ديفيزبل باي 3. عشان يبقى ديفيزبل باي 3 مالناش دعوه بالونس نهائي. لنا دعوه بايه؟ لنا دعوه بالصم بتاع الديجيتس. لو الصم بتاع الديجيتس ايكوالز نمبر ديفيزبل باي 3 مالتيبل ل 3 على طول بيجي يعيش معايا في تيبل 3 وبنقول عليهم ان هم ديفيزبل باي 3. تمام يا ابطال؟ طيب الفور سيبه شويه، يعني الشرط بتاع الفور انا هندع على ارقام تاني اللي هي وتوافق وتعيش معايا في تيبل 4 بس مش دلوقتي. نطلع على تيبل ايه؟ تيبل 5. تعال نشوف مع بعض كده تيبل 5 بيقول ايه. تيبل 5 بيقول اي نمبر في حاجه شبه الفايف في الوانس على طول بيقبل يعيش معايا في تيبل 5. زي ايه يا مستر كده؟ زي الزيرو وزي الفايف. طيب ده 5 شبه الفايف، طب الزيرو خليك معلمه بحاجه كده. الزيرو ده في العربي مش شبه الخمسه؟ فيبقى اي حاجه شبه الخمسه او شبه الفايف على طول القطها وخليها تيجي تعيش معانا في تيبل 5. بس اهم حاجه الشرط ده يكون موجود فين؟ في الوانس. زي النمبر ده كده 710. الوانس بتاعه كام؟ 0، يبقى على طول يبقى ديفيزبل باي 5. طب نمبر تاني 100. نمبر تاني 100 and 15. الوانس بتاعك كام؟ 5، يبقى على طول بيحب الفايف. الوانس فيه 5 او حاجه شبه الفايف زي الزيرو مثلا بيحبوا الفايف. يبقى في شرط عندي ضروري ان النمبرز توافق تعيش معايا وانا وافق ان هي تعيش معايا برضو، ان يكون الوانس بتاعها فيه 0 او ايه او 5. تمام يا اولادي؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي الارقام اهي ابتدت تترتب معايا. تيبل 1 كل النمبرز اللي في الدنيا ديفيزبل باي 1. كل النمبرز any number divided by 1 the result equal the same number. 10 divided 1 equals 10، 7 divided 1 equals 7 وهكذا. طيب تيبل 2 ايه شرطه؟ ايه الحاجه الضروريه قوي اللي لازم تكون موجوده في النمبر عشان يجي يعيش معايا في تيبل 2؟ خلاص حفظناها ان يكون ايفن، الوانس بتاعه يكون 0 2 4 6 8. طيب تيبل 3 يا مستر ان الصم بتاع الديجيتس بتاعتي يكون موجود في تيبل 3 او مالتيبل ل 3. طيب 5 امتى النمبرز ديفيزبل باي 5 وتوافق تعيش معايا في تيبل 5؟ اذا كان الوانس بتاعها 0 او ايه او 5. طيب اطلع شويه كده بقى لفوق، سيب ال6 وال7 وال8 وال9 وتعالى بسرعه على 10. تيبل 10 او النمبرز الديفيزبل باي 10. هو 10 يا اولاد لو احنا كتبناها كده من قدام اللي هو الوانس بتاعها فيه كام؟ فيه 0. يبقى اول ما يشم ريحه النمبر اللي فيه 0 في الوانس على طول ياخده معاه زي المغناطيس كده، بيحب الحاجات اللي في الوانس فيها 0. زي النمبر ده كده مثلا 600 and مثلا او 600 الوانس بتاعها فيه ايه؟ 0. طب نمبر زي ده 150 الوانس بتاعها فيه 0 يبقى ديفيزبل باي 10. طب النمبر ده بقى 403. الله، الزيرو موجود بس مش في الوانس، ما حققش الشرط بتاعي، على طول همشيه من عندي، ما ينفعش معايا. تمام كده؟
يبقى في شرط صغير خالص عشان النمبر يبقى ديفيزبل باي 10 ان الونس بتاعه يكون فيه ايه؟ زيرو. الونس بتاعه يكون فيه زيرو. تمام؟ احنا كنا سايبين ايه؟ كنا سايبين الفور يا مستر. طب ما تيجي بسرعه كده اقول لك على حاجه في تيبل 4 او تقبل الديفيزبل باي 4 تنفع تتقسم على 4. طب فكرني يا مستر كده بتيبل 4 او النمبرز اللي مالتيبلز باي 4 كده. 0 زود 4 زود 4 زود 4 كمان 4 وهكذا and so on. كل النمبرز اللي حضرتك شايفها دي في تيبل 4. 4 باي 0 equal 0. 4 باي 1 equal 4. 4 باي 2 equal 8. 4 باي 3 equal 12 and so on. يبقى اي نمبر فيهم ينفع يتقسم على 4 ويوافق ويبقى زي الفل. هتقبل يا مستر الارقام ده عندك؟ هقبلها. مش بس كده، ده احنا لو اخدنا مثلا ال8 وحطينا من جنبها 0 من ناحيه الليفت كده يبقى 2 ديجيتس اهو. يا مستر بس الزيرو ملوش لازمه، هنحتاجه بعد شويه الزيرو ده. لو جالي نمبر كبير وفي اخره 08 او اخره 04 او حتى اخره 00 او حتى اخره 12 16 20، كل النمبرز اللي في التنز والوانس بتاعها حاجه من دول اعرف على طول ان هي هتوافق تعيش معايا وانا هوافق اخدها عندي. زي ايه مثلا يا مستر؟ حط مثلا 1 يبقى 108. ديفيزبل باي 4؟ ديفيزبل باي 4. سي مثلا 604 ديفيزبل باي 4؟ ديفيزبل باي 4. ليه؟ عشان الوانس والتنس هما الاثنين عباره عن ايه؟ نمبر مالتيبل للفور. طب يا مستر لو حطينا هنا 800 الزيرو والزيرو هما الاثنين مع بعض كده كانهم 0 1 يبقى ديفيزبل باي 4. طب ال 12 لو حطيت لها مثلا 8 وجنبها 3 يبقى 8312. الوانس والتنس مع بعض ما ينفعش تاخد حاجه واحده، لازم الاثنين مع بعض يا حبيبي. طيب لو حطيت لي ده نمبر مثلا زي ال5 516، لو حطيت لي ده نمبر زي ال8 820، كل النمبرز اللي هي ديفيزبل باي 4 لازم الوانس والتنس بتاعتهم هما الاثنين يكونوا في تيبل 4 مالتيبل لل4. اتفقنا يا شباب؟ ان شاء الله اتفقنا. نبدا بقى مع بعض. يعني ايه يا اولاد من الاول كده؟ ال 16 ديفايد 3 ايكوال 5. 16 ديفايد 3 ايكوال 5. كنا بنسمي ال 16 ايه واحنا صغيرين؟ اللي جايه في الاول قبل الاوبريشن نفسها كنا بنسميها ديفيدند مستر. طيب وال3 كنا بنسميها ايه؟ ديفايزر يا مستر. برافو. طب والريزلت اللي بيطلع كان اسمه ايه؟ كنا بنسميه كوشنت. يبقى هنا ديفيدند، هنا ديفايزر، هنا كوشنت. طب يا مستر لو احنا عملنا 3 باي 5 تاني هتجيب لك 16 ولا هتجيب 15 بس؟ هتجيب 15 بس. طب يبقى باقي قد ايه على ال 16؟ باقي 1. عشان كده كنا بنقول ريميندر ايه؟ 1. اهم حاجه تاني النمبر الاولاني اسمه ديفيدند، اللي بعد علامه الديفايدد اسمه ديفايزر، اللي بعد الايكوال على طول اسمه كوشنت، اللي هيتبقى عندي هيكون اسمه ريميندر. تمام يا ابطال؟ تمام يا مستر. طيب في مسائل بيكون الريميندر بتاعها 0، وده اللي احنا بقى عايزينه النهارده فعلا. اي مساله في الديفايدد بيكون الريميندر بتاعها 0 هي دي حبيبتي بقى، هناخدها على طول، ناخدها ونخلي النمبر بتاعها يعيش معايا في التيبل اللي احنا شغالين عليه. يبقى ده على طول ديفيزبل. اكزامبل بسيط اهو. 16 ديفايد 2 ايكوال كام؟ 8. طب هيتبقى كام لو عملنا 2 باي 8؟ 16 يا مستر. مش هيتبقى حاجه، يبقى الريميندر 0 وهو ده اللي ينفع معايا. علشان كده هنقول ال 16 is divisible by كام؟ باي 2. تمام كده؟ لكن لو عندي بقى مساله زي اللي خدناها في البيج اللي فاتت 16 ديفايد 3 ايكوال 5 والريميندر 1، عشان كده هنقول ال 16 is not divisible by 3. مش هتوافق على ال 3. واحنا قلنا ايه شرط النمبر عشان يوافق يعيش معايا في تيبل 3؟ شرطه ان الصم بتاع الديجيتس يكون
نمبر مالتيبل لمين يا ابطال؟ مالتيبل لل 3. زي مثلا لما نشوف كده 1 بلس 6، تعال نعملهم بلس. الريزلت 7، هل ال 7 في تيبل 3؟ لا مش في تيبل 3، عشان كده طلع فيه ريميندر في الاخر. لكن هنا مثلا بالنسبه لل 16 ديفايد 2، ال 2 بتحب مين؟ بتحب الونس يكون ايفن 6 وال 6 ايفن، عشان كده الريميندر طلع 0. اتفقنا؟ ان شاء الله اتفقنا. حبيبي divisibility by 10 بقى الحاجات اللي احنا قلناها ان الونس يكون فيه ايه يا ابطال؟ يكون فيه 0 زي 10 20 30 اند سو اون. ادي 0 ادي 0 ادي 0. divisibility by 5 اي حاجه تشبه ال 5 حتى لو 5 بالعربي او 5 اللي هي الخمسه بالانجلش، الاثنين دول شبه ال 5، يبقى لو الونس بتاعك فيه حاجه من دول يبقى divisible by 5. اهو 0 اهو 5 اهو 0 5 and so on. تمام يا اولاد؟ divisibility by 3 لا زي ما قلنا ان السم بتاع الديجيتس بتاع النمبر كله يكون divisible by 3 او multiple ل 3. تعال نجرب كده. 522 اعمل بلس 5 بلس 2 بلس 2 equal 9. ال 9 في تيبل 3 ولا لا؟ يبقى divisible by 3. تعال نعمل دول بلس 2 بلس 0 بلس 7 2 بلس 0 2 بلس 7 equal 9. وال 9 في تيبل 3 ولا لا؟ في تيبل 3. طب تعال نجرب الاخير. 5 بلس 0 بلس 2 بلس 5 5 بلس 2 7 7 بلس 5 12. وال 12 في تيبل 3 يبقى النمبر ده كله على طول في تيبل 3. كده تمام يا اولادي؟ انا ماشي معاك خطوه خطوه اهو علشان نفسي في النهايه تكون شاطر كده ومتفوق من اول يوم في السنه. ما تراكمش درس على درس، ابدا ذاكر اول باول. ان شاء الله هعمل لك حلقه لوحدها فيها اكسرسايز بتاعت كل درس لوحده، بس اهم حاجه الاول نفهم اساسيات الدرس، الحاجات اللي هي ان شاء الله هتلاقي كل الحاجات اللي انا شرحتها دي موجود زيها افكار في الاكسرسايز. طيب divisibility by 4، امتى النمبر يوافق يجي بسرعه يعيش معايا في تيبل 4؟ لو كان الوانس والتنز مالتيبل لل4، الوانس والتنز مالتيبل لل4، الوانس والتنز مالتيبل لل4. كل النمبرز دي مالتيبل لل4 او divisible by 4. ليه؟ علشان الوانس والتنز بتاعنا هما الاثنين divisible by 4. divisibility by 2 لازم يكون في 0 2 4 6 8. تمام يا اولاد؟ زي ايه يا مستر؟ اي نمبر بقى 3 1 0 310. زي ايه كمان؟ 5 4 4 اهو في even نمبر. زي ايه كمان؟ 6128 اهو في 8. تمام كده يا اولاد؟ كل النمبرز اللي divisible by 2 بيكون الوانس بتاعها even number. مش معنى كده يا اولاد ان الاود نمبر divisible by 3. الايفن نمبر هو ده شرط الديفيزابيلتي باي 2، لكن مش معنى ان الديفيزابيلتي باي 2 بتحتاج ايفن نمبر يبقى الديفيزابيلتي باي 3 بقى يا مستر تحتاج ايه اود نمبر. اقول لك لا، الكلام مش مظبوط. ديفيزابيلتي باي 6 هو ده استنتاج انت اللي بتفكر فيه لوحدك. ديفيزابيلتي باي 6، هل كل النمبرز هتوافق تعيش في تيبل 6 او هتبقى مالتيبل ل 6؟ تعال اما اقول لك. هي 6 اصلا دي جايه من كام باي كام؟ من 2 باي 3. يبقى لازم تجرب على اي نمبر تيبل 2 وتيبل 3. ديفيزابيلتي باي 2 ديفيزابيلتي باي 3. ايه تاني يا مستر؟ مساله صغيره زي مثلا نمبر زي ده كده. هل النمبر ده ديفيزابل باي 6 ولا لا؟ في شرطين. ليه في شرطين؟ عشان ال 6 مكونه من 2 نمبرز تانيين 2 باي 3. اقدر اجيبها من 2 تيبلز، تيبل 2 وتيبل 3. علشان كده الديفيزابيلتي باي 6 لازم اجرب عليها تيبل 2 وتيبل 3. تعال نجرب تيبل 2. التيبل 2 بيحب مين؟ بيحب الوانس يكون ايفن، والحمد لله ايفن. طيب تيبل 3 بقى اجمع 2 بلس 4 بلس 6 ايكوال 6 بلس 4 10 10 بلس 2 12. ال 12 دي في تيبل 3 ولا لا؟ في تيبل 3. برافو عليك. يبقى على طول النمبر ده وافق مرتين، وافق يدخل تيبل 2 وكمان وافق يدخل تيبل 3. عشان كده النمبر ده هيبقى ديفيزابل باي كام على طول؟ باي 6. تعال نشوف نمبر زي ده كده. هل ده ديفيزابل باي 6 ولا لا؟
ان شاء الله يبقى ديفيزبل باي 6. طب ازاي يا مستر؟ حاجه حاجه. 1 0 0 2 الوانس بتاعه ايفن، تمام قوي، يبقى ده على طول ديفيزبل باي 2. طيب لو عملنا بلس 1 بلس 0 بلس 0 بلس 2 الريزلت كام؟ 3. ال 3 في تيبل 3 يبقى في تيبل 2 وفي تيبل 3 يبقى النمبر ده كله هيكون في تيبل ايه؟ في تيبل 6. تمام. نبدا بقى شويه اسئله بسيطه كده. بيقول لي any space number is divisible by 2. افتكر تاني كده يا مستر الحاجات اللي هتوافق تعيش معايا في تيبل 2 وانا هقبلها، الحاجات اللي بيكون الوانس بتاعها 0 2 4 6 8 اللي هي الايفن نمبر. يبقى any even number is divisible by ايه؟ باي 2. مش الاود نمبرز، مش البرايم نمبرز، مش اي هول نمبر يبقى divisible by 2. لا، الديفيزابيلتي باي 2 عايزه يكون النمبر بتاعك في 0 2 4 6 8 في الوانس. نمبر زي ده 235 is divisible by. طيب عندك 3 أو 4 اختيارات، نختار مين؟ نبدأ نجرب حاجة حاجة. 2 ال2 بتحب ال5؟ ابدا. ال2 بتحب الايفن وال5 مش ايفن، يبقى على طول 2 ما تنفعش معايا. طيب 3، طب تعال نجرب الطريقه بتاعت ال3. ايه طريقه ال3؟ اعمل بلس 2 بلس ال3 بلس ال5 كلهم مع بعض 10. هل 10 تنفع تتقسم على 3 وزود ريميندر؟ ابدا ما ينفعش. يبقى على طول النمبر ده كان نوت بي ديفيزبل باي 3. طيب ثالث حاجه اللي هي ال5، هل النمبر ده في الوانس بتاعه فيه 0 او 5؟ ده فيه 5 واضحه جدا، يبقى التشويس بتاعه هيكون ايه يا اولاد؟ 5. يبقى عشان الوانس بتاعك فيه 5 على طول بيختار الحاجه اللي ديفيزبل باي 5. تمام؟ وبعدين the number 1132 is divisible by. انا محتار يا مستر. بالنسبه مثلا للوانس ايفن يبقى divisible by 2. بالنسبه للوانس والتنس هما الاثنين مع بعض مالتيبل للفور، يعني 32 الاثنين مع بعض كده 3 و2 32 اقدر احصل عليها من تيبل 4 ولا ما اقدرش؟ 4 باي 8. يبقى النمبر ده كله عشان اتحقق فيه شرط برضه هيوافق يعيش معايا في تيبل 4. هل في اللي تشوز فيه تيبل 2 او تيبل 4؟ في تيبل 4 اهو، يبقى ديفيزبل باي 4. تمام كده يا اولاد؟ يبقى على طول بنجرب النمبر على حسب الحاجه اللي موجوده في التشوز بتاعتي. 10 امتى يكون تيبل 10 او ديفيزبل باي 10؟ لو في 0 في الوانس، مفيش 0 في الوانس. 5 مش موجود في الوانس 5 او 0، يبقى ما ينفعش يكون معايا ديفيزبل باي 5. 6 يبقى عايز شرطين، الشرطين بتوعنا اللي هم ايه؟ ديفيزبل باي 2 وديفيزبل باي 3. هو ديفيزبل باي 2 بس لو عملنا صم للديجيتس بتاعته 1 بلس 1 بلس 3 بلس 2 كله على بعضه هيكون كام؟ ادي 7 وال7 مش في تيبل 3، يبقى ده هيوافق على 2 بس مش هيوافق على 3، وطالما وافق على حاجه وحاجه لا يبقى كان نوت ديفيزبل باي 6. يبقى الشويز الصح عندي هو الفور. ايه تاني يا اولاد؟ The number 801 is divisible by. هو عايزك بقى تختار حاجه تكون مناسبه للنمبر ده. نبدا ب 10. هو في الوانس في 0؟ لا يا مستر طب في ال 10 في 0 اهو. اقول لك لا، شرط عشان يبقى ديفيزبل باي 10 يكون الوانس هو اللي 0، يبقى ده ما ينفعش معايا. طيب ديفيزبل باي 2؟ والله يا مستر لو الوانس فيه 0 2 4 6 8 مش موجوده مش ايفن، يبقى ده ما ينفعش معايا في تيبل 2. طب 3، تعال نجرب ال 3. 8 بلس ال 0 بلس ال 1 تقريبا هي دي اللي هتنفع، لان التوتال بتاعهم كام؟ 9 وال9 في تيبل 3، يبقى التشوز بتاعها هيكون كام؟ 3. The number نقط is divisible by 3. divisible by 3. كل الاسئله تقريبا سهله ومتكرره، حاجات خدناها في الاكزامبلز بتاعتنا. divisible by 3 يبقى هنعمل دول بلس كلهم 1 بلس 1 بلس 2 بلس 3 equals 1 بلس 1 2 بلس 2 4 7. لا يا مستر ال7 ما تنفعش مع ال3 ابدا، يبقى النمبر ده ما ينفعش معايا. خد التاني اعمل له بلس 3 بلس ال1 بلس ال4 4 بلس ال1 5 بلس ال3 يبقى 8. لا يا مستر برضو ال8 مش بتحب ال3 ولا ال3 بتحبها. طيب 4 بلس ال0 بلس ال1 equals 5
لا برضه يا مستر، ويا ريت والله كان ينفع. للاسف ما تنفعش برضه الفايف، لان الفايف مش في تيبل 3. ما اقدرش اعمل حاجه باي 3 تدينا 5. طيب ما فيش غير هي دي بقى، بس هنتاكد برضه 6 بلس 1 بلس 2 الريزلت كام يا حبايبي؟ ايكوال 9، وال9 في تيبل 3، يبقى النمبر ده ديفيزبل باي 3. نمبر 6 the number is not divisible by 4. خد بالك من نوت، بينفي، بيقول لك مش عايز اللي ديفيزبل باي 4، يعني كلهم هيمشوا معايا ديفيزبل باي 4 ما عدا واحد. ايه شرط النمبرز عشان تيجي معايا في تيبل 4 او مالتيبل لل4 او ديفيزبل باي 4؟ الايه؟ الوانس والتنس. هل ال12 يا مستر ممكن اعملها ديفايدد 4 وتقبل معايا؟ لانها في تيبل 4. طب ال20 في تيبل 4؟ يبقى دي في تيبل 4 ودي في تيبل 4. تعال نشوف دي 16 مالتيبل لل4 ولا لا؟ عشان 4 باي 4. يبقى دي كمان ديفيزبل باي 4، ديفيزبل باي 4 ودي ديفيزبل باي 4 ودي ديفيزبل باي 4. فاضل مين بقى الباشا الوحيد اللي هو مش نافع معايا؟ ال 434 ما عندوش في الوانس والتنس نمبر ديفيزبل باي 4، يبقى هو الوحيد اللي ما ينفعش معايا. اوعى تتلخبط، اول ما تشوف ديفيزبل باي 4 تروح مختار الاولاني وينفع معايا وخلص، لا، يبقى انت ما قريتش السؤال كويس. نوت بتنفي، بتعكس، بدل ما كنت هختار اللي ديفيزبل باي 4 لا، هختار اللي نوت ديفيزبل باي 4. مسألة تاني the number is divisible by both 2 and 5. عايز نمبر يقبل يتقسم على 2 ويتقسم على 5. مستر طب ما بسرعة كده، ما تيجي نعمل 2 باي 5. 2 باي 5 مش ده برايم وده برايم، اعملهم باي يدينا كام؟ 10. يبقى انا اللي هينفع مع 2 وهينفع مع 5 اكيد هو ده اللي هينفع مع 10. طب ايه شرط النمبر عشان يبقى ديفيزبل باي 10؟ برافو، النمبر عشان يبقى ديفيزبل باي 10 لازم الوانس بتاعك يكون فيه زيرو. مين في دول الوانس بتاعه فيه زيرو؟ اخر واحد. طب مستر الطريقه دي مش فاكرها، انا هاخد حاجه، هاخد 2 لوحدها. جرب معايا كده يا حبيبي. ال2 بتحب الايفن، ده ايفن؟ تمام. ده ايفن؟ تمام. ده مش ايفن، يبقى ده مش هينفع معايا. ده ايفن؟ نختاره. يبقى انا كده عندي، انا محتار يا مستر، اختار يا ده يا ده يا ده. اللي هيفصل معايا بقى في النهايه الفايف. انا عايز اختار واحد من الثلاثه دول يكون في زيرو في الوانس او 5. هل ده زيرو؟ لا. او 5 ابدا. هل ده 0 او 5؟ لا. هل ده 0 او 5؟ يبقى هو الوحيد اللي اتحقق فيه شرطين، اللي هو 2 and 5. تمام يا ابطال؟ خد بالك 0 نمبر اهو is divisible by any number، بس ما عدا حاجه واحده. ايه هي بقى؟ except 0. ليه يا مستر الكلام ده؟ لان احنا اتعودنا من زمان قوي ان ممكن اجيب الزيرو في الاول وانا بعمل ديفايدد، ممكن احط الزيرو في الاول، لكن اي حاجه بعد الديفايدد ما يكونش فيها زيرو، هيبقى على طول الريزلت مش موجود، بنسميها undefined. يبقى ممكن احط 1، ممكن احط 2، ممكن احط 3، ممكن احط 4، ممكن احط 9، ممكن احط 100. يبقى الزيرو ديفيزبل باي اي نمبر ما عدا مين؟ ما عدا اتسلف. طيب ايه تاني برضو مطلوب اوضحه لك؟ اي نمبر في الدنيا طالما هو النمبر is divisible by itself ما عدا مين برضو؟ except 0. كل النمبرز ممكن تتقسم على نفسها. 5 divided 5، 8 divided 8، 23 divided 23، 9 divided 9، كلهم يوافقوا يتقسموا على نفسهم ما عدا الزيرو. ليه بقى؟ عشان لسه قايلين حالا الزيرو يجي في الاول، لو جه زيرو في الاخر الدنيا خلاص اتلخبطت، ما ينفعش. يبقى 0 divided 0 كان نوت بي، او بنقول undefined. كده يا ولاد تمام؟ any number is divisible by itself ما عدا مين؟ ما عدا الزيرو. طيب ايه هو الكومن مالتيبل فور اول نمبرز؟ خدناها في سنه رابعه. 0 is the common multiple
of all numbers. of all ايه numbers. حتى لما اجي اجيب مالتيبلز لل5 ببدا ب 0 5 10. اجيب مالتيبلز لل8 0 8 16. اجيب مالتيبلز لل10 0 10 20. ابدا بالزيرو دايما. طيب ال1 ده يا مستر ده سيد الناس، ده كل النمبرز بتحب تعيش معاه، علشان كده بنقول على النمبر ده is common factor of all numbers. تمام يا اولاد؟ يا رب تكونوا فهمتوا الدرس. وقف الفيديو، حل الاكزامبلز اللي احنا حليناها تاني لوحدك قبل ما تشوف الانسر بتاعتها، وتوكل على الله. ان شاء الله المنهج سهل ما فيهوش اي مشاكل، مش عشان بقى طلعت سنه 6 بقيت اكبر واحد في المرحله الابتدائيه تقلق. انا عايزك تطمن خالص، منهجنا سهل. لو عوزت اي حاجه اكتب في الكومنتات، ونلتقي ان شاء الله مع الاكسرسايز بتاع الدرس ده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر ممدوح.